السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نصلي على النبي ونخش نشوف الغداء النهارده. احنا عاملين حاجات تحفة كلها من قلب البيت، يعني اشترينا حاجات بسيطة ولما يكون جايلك حد لازم تعملي احسن ما عندك. بصي المطبخ عامل ازاي. انا كده لسه داخله المطبخ ما عملتش فيه اي حاجة، كل حاجة زي ما انتم شايفين كده. طبعا غير المواعين اللي اتغسلت واتشالت يعني بصوا المطبخ ده ما بينضفش. طبعا دخلت خليته كده زي الفل، نضفته وسبت الحاجات اللي انا هستعملها، ما رضيتش ادخلها جوه. قلت انا كده كده هستعملها تاني. طبعا هنعمل خلطه المحشي بتاعتنا التحفه. حطينا البصل والزيت، وعملنا بقى الملح والفلفل والكمون والبابريكا. اسفه مفيش كمون، وبهارات وكزبره ناشفه، كل ده. وهنخليه بقى البصل يدبل كده ويستوي، وبعدين ننزل بالقوطه عليه. خلاص انا طبعا ما بصفيش لما اكون عامله كده القوطه طازه، ما بصفهاش. طبعا الوراك غسلها بالليمون ومظبطاها. حطيت هنا فصين ماجي، وحطيت ورق لورا وحبهان وفلفل اسود وملح وهنسلق الفراخ بقى. بس هنا الخلطه طبعا اتعملت، وقطعت الخضره عليها وحطيت الرز. شلت بقى شويه خلطه عشان هنعمل منها حاجات. كان عندي رقاق طري. خلاص احنا قلنا مع بعض هنعمل الرقاق يا جماعه. اللي بيقلب الرقاق يعمله بالطريقه دي عشان ما يلزقش منه. خلاص هنعمل ايه بقى؟ هنسخن الصينيه خالص درجه حراره عاليه، النار مولعه، وبعدين هننزل بزبده كويس، يعني كبشه كبيره من الزبده. هنحطها في الصينيه من تحت وهنقلبها كويس. هنخليها طول الصينيه كلها. اللي انا عارفه المقدار فبحط كده. الرقاق عشان كان في الفريزر اتكسر، بس مش مشكله. هو طبعا كده عمل طشه جامده كده كده. احنا في السليم. بصوا انا لسه طافيه النار، شايفين الزبده بتطشطش اهي. انا عايزاها تبقى سخنه. ليه بقى؟ عشان خاطر ما تلزقش، عشان انا بقلبها. هنا طبعا هنحط بقى زبده كويس. طبعا 6 ورقات، هنحط 3 من تحت و3 من فوق. لو حابه تحطي 4 حطي، بس هما 6 كويس. يعني حتى انا لما بروح اشتري اقول له عايزه نص كيلو بيديني 6. لو يقول لي انت عايزه زياده يحط لي زياده حسب راحتك انت. طبعا دي اللحمه المفرومه اهي، ما تقلقيش فيها يعني لسه ميه، مش مشكله. كده كده احنا بنزود الرقاق شوربه، ما تقلقيش منه خالص. خلاص احنا هنحط زبده كويس وهنفرد بقى اللحمه، وبعدين هننزل هنرص بقيه الرقاق عليه، وهنكمل بقيه الصينيه مع بعض. هنعملها بالطريقه دي، احلى طريقه للرقاق الطري والناشف كمان. يعني الناشف كمان لو بتقلبيه ممكن برضو تبليها وتبقى الصينيه سخنه مولعه، وتحطي الرقاق عشان ما تلزقش في الصينيه. بس هنكمل بقى كده بقيه الطبقات بتاعتنا وهنظبط الصينيه. طبعا احنا الفراخ محطوطه بقالها شويه، عملت شوربه، عشان احنا بنحتاج الشوربه في الوصفه بتاعت الرقاق دي. اصلا ما بنسقوش طبعا باي حاجه غير بشوربه طبعا. بس كده انا بقيت اعكس، يعني الحته المقطوعه اوديها عكس السليمه، عشان الصينيه تبقى سوا واحد. خلاص هي يا دوبك الورقه بالظبط على قد الصينيه، ولا عملت فيها اي حاجه. خلاص كده هنا زي ما انتم شايفين. هنظبط الطبقات. على فكره طلعت ورقه زياده فحطيتها من على الوش تقريبا عشان الوزن. خلاص هنا الوراك اصلا استوت والشوربه ريحتها طلعت تمام. حطيت لها ملح عشان اخد منها بقى للرقاق. بس هنا كده بس تقليبه بسيطه عشان الملح. وزي ما انتم شايفين كده هنحط 3 كبشات كبار. المعلقه دي صغيره بتاعت غرف، لكن صغيره مش زي الكبشه. هنحط 3 كبار. بصوا بقى انتوا بتعملوا الحاجه كده يعني ممكن انت لو شفتي الحاجه عندي ممكن تحطي التاتش بتاعك في حاجه انت بتعمليها بتطلع حلوه معاكي. ما فيش مشكله، مش لازم أن تمشي يعني على الخطوات بالظبط. انا بديكوا طريقه انا مجرباها وحلوه، لكن انت لو عندك وصفه احلى وحابه تعمليها بطريقتك ما فيش اي مشكله، عادي خالص. احنا كلنا بنتعلم من بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا الوراك استوت. انا مش هعمل فيها اي حاجه غير هاخد من الخلطه بتاعه المحشي، اعصر عليها ليمون واحط الفراخ. انا بحب مزازه الفراخ، يعني بحب الليمون في الفراخ المشويه او المتحمره. بس هنا عملت شويه رز، وطبعا كنت محضره الملوخيه. بحاول بقدر الامكان ما اطولش عليكم عشان ما تزهقوش مني.
هنا طبعا الشوربه تغلي، حطيت الملوخيه على طول، وكانت الملوخيه زياده عن يعني كانت زياده، فما عملتش كل الملوخيه، بس طبعا حسيت ان الحله صغيره فضيتها في حاجه تانية. بس اهو شايفين الخضار بتاع الملوخيه، مفيش احلى من الملوخيه الخضراء الفريش، تحفه. مهما تعملي وتحطيها في الفريزر، مهما تعملي فيها ما بتبقاش زي الطازه طبعا. بصوا الخضار والحلاوه من غير اي حاجه من عند ربنا كده. طبعا انا حطيت فيها فص ماجي، وايه محضره لها التوم بتاعها ودقته وظبطته على التحمير على طول. طبعا السمنه البلدي ريحتها في الاكل ملهاش حل. طشه الملوخيه لازم بزبده بلدي، ملهاش اي حل تاني غير كده. خلاص هنا الرز تقريبا استوى، وطيت عليه، وادي كمان اهوت طشه الملوخيه تمام. مفضلش غير المحشي بس هو اللي ناقص على السوا، هيستوي يبقى كده خلاص. والله انا دخلت المطبخ ما كملتش ساعه ونص في الاكل ده كله اتعمل مع بعضه وطلع زي الفل. ادي المحشي اهو، سقيته الشوربه بتاعته. بصوا طبعا المواعين ده انا عماله اشيل واغسل، غسلت غسيل. وده كان شكل الغدا بألف هنا وشفا. طبعا كنت نضفت البوتاجاز وعملت كل حاجه، ما سبتش ورايا اي حاجه. بألف هنا وشفا على قلبكم. يا رب اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.